لما تجيلي رسالة بصوت راجل والاقيه عمال يتشحتف ويعيط بطريقة هستيرية، بقيت مستغربة وعايزة اسمع المشكلة لحد اخرها، اعرف هو ليه متشحتف قوي كده. وده فعلا اللي حصل معاه، وبقيت انا مقهورة على عياطه. وبعد ما سمعت مشكلته حسيت ان هو عنده حق على العياط اللي عياطه ده. في مشاكل دايما بتحصل معاه ان هو انا ببقى مش عارفه ابداها لكم منين ولا اجيبها ازاي، زي المشكله بتاعت النهارده. بس اللي لفت انتباهي فيها ان هو بيحكيها طول الفويس بيعيط عياط غير طبيعي. المهم بيقول لي انا كنت قاعد في يوم مع مراتي قاعده حلوه جدا ومبسوطين جدا ومقضيين يوم مع بعض لطيف ومتعشيين ومروقين وقاعدين بنضحك ومبسوطين على الاخر، واتفاجئ بيها بتقول لي هتطلقني ولا ارفع عليك خلع. فقلت لها اطلقك ولا ارفع ولا ترفع عليا خلع؟ قالت لي من الاخر كده نشكركم على حسن تعاونكم. فقلت نشكر ايه انت بتتكلمي بايه اللي انت بتقوليه ده؟ ايه ده؟ في ايه؟ قالت لي هو كده هتطلقني ولا ارفع عليك خلع. قلت لها وايه بقى نشكركم على حسن تعاونكم دي؟ قالت لي انت تعاونت معايا بما فيه الكفايه، فانا بشكرك على حسن تعاونك، هطلق ولا ارفع خلع؟ فقعد بقى جاب لي القصه من الاول. قال لي انا اتجوزت بنت يتيمه الاب ملهاش غير مامتها وليها اخ، والاخ ده يعني بعد موت ابوهم قال لك لا انا عايز اشيل مسؤوليه ولا اشيل همهم ولا بتاع، كل واحد يشيل همه. البنت دي كانت في ثانوي، اخوهم سابهم والله اعلم بيروح فين. المهم فضلت هي ووالدتها وهما من نفس المنطقه بتاعتنا، فالبنت صعبت عليا وصعب عليا والدتها وبتاع، حالهم يعني كان صعب جدا، وانا راجل صنايعي وصناعتي بتكسبني حلو الحمد لله وراضي والدنيا زي الفل. فرحت لامها قلت لها يا حاجه انا هتجوز بنتك وانتوا الاتنين هشيلكم فوق راسي، ما عنديش اي مشكله. فالست وافقت في وقتها كده، وافقت على طول. البيت جت قالت لي انت زي الفل، وانا يعني شاب محترم ووسيم وبلبس وبتشيك وبصرف على نفسي، ويعني ولا اجدع واحد يعني مركز كبير في الدنيا، ومعايا عربيتي ومعايا دنيتي والدنيا زي الفل الحمد لله. المهم هي لما لقيت المنظر كده وافقت، قالت لي انا كمان موافقه وهتجوزك ومفيش مشكله. اتجوزتها مفيش اسبوعين 3 كنت متجوزها. واما انا عندي يعني شقه كنت بجهز فيها وبوضب فيها من قبل كده بكتير، فخلصت في السريع وجبت شويه العفش وبتاع ومكلفتهمش لا ابيض ولا اسود، وبالعكس جبت كمان للبنت لبسها وحاجاتها ومحتاجاتها كلها، لكل الطلبات جبتها لها. وامها قلت لها تيجي البيت بيتك، تيجي في اي وقت تقعدي مع بنتك زي ما انت عايزه، انا مقطوع من شجره ولا ليا اب ولا ام يعني ماليش اهل، واهلي خلاني وامامي في الصعيد وبتاع، فما فيش حد. فخدوني بطولي وانا خدتهم هما الاتنين بطولهم. المهم البنت كانت في ثانويه عامه، قالت لي والنبي الله يبارك لك اخلص الثانويه العامه. فقلت لها خلصيها يبقى معاكي ثانويه عامه احسن ما يبقى معاكي اعداديه. قالت لي طيب، وعهدتها على كده انها هتكمل الثانويه العامه وهتاخد الثانويه العامه. انا بصراحه دروس دفعت وكتب جبت، وطبعا كانت من اول السنه لا بتجيب ولا بتعمل ولا بتسوي، يعني يا دوبك لحقت جبت لها حاجتها وما صرفت عليها كل حاجه. وروحي السناتر وروحي دروس وروحي زي ما انت عايزه تروحي روحي، وبوصلها واجيبها وطبعا رايحه بقى بقت واحده، بقت هانم لبس ومكياج وشنط زي الفل. المهم البنت خدت الثانويه، بيقول لي انا فرحت بيها انها خدت الثانويه العامه وجابت مجموع حلو جدا جدا. قلت بقى البنت دي شاطره لحقت لمت نفسها وذاكرت واجتهدت. وطبعا انا لما لقيت كده قلت لها بقول لك احنا هنأجل الخلفه لحسن يعني يحصل حمل ولا حاجه وتتعبي وانتي بتذاكري، فاحنا هنأجل دلوقتي لحد ما تخلصي الثانويه العامه دي. طبعا هي بقت يعني فرحانه فرح السنين ماسكه في ايدي وربنا يخليك ليا وما اعرفش حلو لحد كده تمام. المهم البت زي ما قلت كده جابت مجموع كبير، فانا
قلت لها بقول لك ايه، هي ما اتكلمتش. قلت لها بقول لك انت جايبه مجموع كويس، ليكي شوق وليكي رغبه تكملي تعليم وتخشي الجامعه؟ فراحت بصلي كده وعينيها مرغرغه، قالت لي انا كان نفسي اقول لك كده بس خايفه. قلت لها خايفه من ايه وانا هاكلك؟ انا شايف ان انتي ما شاء الله شاطره وجايبه مجموع كبير، وانا يبقى حرام عليا لو قصرت معاكي ولا حاجه، كملي تعليمك وخشي الجامعه. طبعا هي وامها الفرحه ما كانتش سايعاهم، وما شاء الله دخلت كمان كليه من الكليات. يعني هو انا بالنسبه لي كل الكليات كويسه، بس اللي بيقولوا عليها كليه من الكليات القمه، الكليات الكويسه المحترمه. طبعا هو كله محترم يعني. المهم دخلتها، والكليه بتاعتها دي مصاريفها يعني شيء وشويات كتيره قوي، ادوات ومعدات وحاجات كتير، حاجات كتير جدا. وطبعا كان في تقصير كبير لما دخلت خلاص، كان في تقصير طبعا كبير معايا في البيت، بس جيت على نفسي، وكمان جيت على نفسي اكتر. طبعا جيت على نفسي في المصاريف، لان كنت من النوع اللي هو ايه، صارف على بيتي ومكفي الدنيا كويس وزياده وكله زي الفل، وكنت كمان بشيل القرش للزمن ولعيالي واعمل مستقبل وبتاع. طبعا لما جت دخلت الكليه دي ما عرفتش اشيل حاجه، كله رايح. بالعكس انا اشتغلت بزياده قوي علشان اقدر اكفي مصاريف الكليه بتاعتها، غير طبعا كنت متكفل كمان بامها، بطلبات بيتها، بحاجاتها، بكله، لحد ما امها توفت وهي كانت في تانية كليه. بس كانت مطمنه عليها معايا وايه، وقالت لي خلاص انا هموت وانا مرتاحه ومطمنه على بنتي. يعني انا لو اخوها كان موجود معانا اللي ما يعرفلوش لحد دلوقتي طريق، ما كانش هيعمل معاها اللي انت عملته ده كله يعني. المهم دخلت الكليه وسنه تعدي والسنه التانية، وجت قالت لي انا مش هقدر اخلف وانا في الكليه برضه. هي بقى المره دي جت اتكلمت. قلت لها ليه؟ ما ياما بيروحوا الجامعه وهم حوامل ومخلفين. قالت لا انت عارفه الكليه صعبه ازاي، مش هينفع، فمعلش كمل جميلك، وده خلاص فاضل سنتين ثلاثه وخلاص وهخلص على كده، واديك شايفني انا لا بسقط ولا بعيد سنه ولا حاجه، وربنا هيكرم. طبعا ما يعني كنت شايفه ان هي حد عندها طموح وهقف في ضد رغبتها، واحنا الاتنين لسه صغيرين. قلت ما يجراش حاجه، خلينا مكملين من غير خير فلحد ما تخلص الكليه، ما طولش عليكم. بقت تعدي سنه والتانيه وتجيب تقديرات وبتاع، واعمل لها حفله وتعزم زمايلها وتعزم صحابها في احسن الاماكن، حفله بقى بمناسبه نجاحها، واعمل حفله عيد ميلاد وحفله تخرج، لحد ما فيش اي تقصير. اتخرجت بتقدير محترم جدا، ولقيتها جايه بتكلمني في زمايلي معرفش اشتغلوا فين وعايزني اشتغل معاهم، انا تقديري كويس وهيشغلوني معاهم بمرتب كويس قوي وبتاع. فقلت لها يا بنت الحلال انا كنت بعلمك علشان لنفسك، انا مش مستني منك شغل ولا مستني منك فلوس، ومع ذلك انا ما عنديش مشكله ومش معترض على شغلك، بس نبص بقى لحياتنا ونبص لبيتنا، وانا دلوقتي اهم حاجه عندي ان انا عايزه اخلف. فقالت لي انت عندك حق، وصبرت عليا بما فيه الكفايه، ما عنديش مشكله، بس اشتغل ومش عارفه ايه. طبعا قلت لها خلاص تبطلي منع الحمل اللي بتاخديه ونخلف وزي ما انت، بس يعني حاولي بقى تعدلي ما بين الشغل. انت يعني طول سنين الكليه دي الدنيا مش الطف حاجه، وياما جبنا اكل جاهز وياما جبت حد ينظف وبتاع. انا قادر ان انا اعمل كل ده، بس انا عايزه احس بقى ان في واحده مهتميه وفي واحده في البيت. فقالت لي لا، الشغل شغل بقى، وهيبقى ليه مواعيد وبتاع والدنيا وهيبقى بقيت اليوم هنضف وهروق وهعمل لك اكلك وشربك وحاجتك وان شاء الله ربنا يكرم. اكتشفت بالصدفه بعد كده ان الهانم لسه بتاخد حبوب منع الحمل. فلما واجهتها قلت لها انت مش احنا متفقين انه خلاص مش هناخد حاجه تمنع الحمل؟ قالت لي لا، ما انا خفت بقى على الشغل ومش الشغل واتخانقنا. كانت اول مره يمكن في حياتي طول السنين اللي انا جوزتها فيها دي يحصل خناقه بالمنظر الرهيب ده. انت بتغشيني ليه؟ بتخدعيني ليه؟ عرفيني ان انت مش عايزه تخلفي خالص، او مش عايزه تخلفي دلوقتي، او خايفه على شغلك او مستقبلك، او ايا كان بقى انت عايزه ايه. المهم جت وراحت مصلحاني بصنعة لطافة، وقضينا يوم وخلاص واللي انت عايزه وبتاع. هوب
لقيت واحدة تانية اتجننت جاية بتقولي يا تطلقني يا هرفع عليك خلع. بقول لها ايه يا بنتي ده؟ قالت لي هو كده، نشكركم على حسن تعاونكم، انت تعاونت معايا السنين اللي فاتت دي بما فيه الكفايه، بس انت دلوقتي ما بقتش من مستوايا. طبعا هو بيحكي لي وهو جواه قهره وبيعيط بطريقه هستيريه. طبعا يعني زي ما حكيت لكم المشكله والحكايه، هو عنده حق. هو بيقول لي ده ذنبي، يعني ده ذنبي ان انا اتجوزتها وهي ما حلتهاش حاجه، ووقفت جنبها ولحد ما خدت الثانويه واتخرجت من احسن كليه، جاي تقول لي شكرا على حسن تعاونكم وانت دلوقتي مش من مستوايا، ويا طلاني يرفع عليك خلع، وهتروح تقعد في بيت في الشقه بتاعت امها، وخلاص هي دلوقتي موظفه قد الدنيا وشايله نفسها وانت مش من مستواي ان انا اكمل معاك حياتي واخلف منك كمان. انا ما حسيتش بنفسي في اليوم ده خالص. قلت لها هو انت يعني بتتكلمي جد ولا بتهزري؟ قالت لي لا بتكلم بجد، انت دلوقتي مش من مستوايا، ده الطبيعي ان احنا لازم كنا هنتطلق، هو انت كنت متوقع حاجه غير كده؟ قلت لها كنت متوقع، انا عمري ما توقعت اصلا اللي انت بتقوليه، انت بتعامليني كويس وانا بعاملك كويس بما يرضي الله وعايشين حياتنا كويسين ومبسوطين، ليه كده؟ ومش اللي مش من مستواكي ده دلوقتي هو اللي كان واقف جنبك ابقى دلوقتي مش من مستواكي؟ انا لقيت نفسي يعني هدوس على كرامتي اكتر من كده وهتهان، وحرفيا طلقتها. بس من يوم ما طلقتها وانا مش بأنب نفسي، عماله اقول طب انا يعني هو ده الخير اللي انا عملته؟ يعني هو ده الذنب اللي انا عملته هي دي نتيجته؟ بدل ما تشيلني فوق راسها وتراعي الجمايل، يعني مش عايزه اقول جمايل، بس اللي انا عملته معاها ده محدش في الدنيا يعمله. يعني انت متخيله ان انت هتقابلي واحد يعمل معاكي ربع اللي انا عملته؟ ليه اللي انا عملته ده كله هي تقابله باللي هي عملته ده؟ ذنبي ان انا راجل محترم واتقيت ربنا فيها وانا اللي شجعتها على انها تكمل كل ده وتوصل اللي هي فيه؟ انا مش قادر لحد دلوقتي اخرج من الحاله النفسيه اللي انا فيها، ولا حتى انا مطلقها بقالي كذا شهر داخل في سنه مش عارف ابص لحياتي، ولا بقيت مهمل في شغلي وكل اللي حواليا خلاص كبر دماغك وواحده ما تستاهلش. لا ازاي ما تستاهلش؟ خدت كام سنه من سنين عمري، وبص لمستقبلك واحنا هنجيب لك واحده واحده احسن من كده، واحده تستاهلك، واحده تشيلك فوق دماغها مش عارف اخرج من الحاله النفسيه اللي انا فيها. احنا دايما بنقول خير تعمل ستر تلقى. انت عملت الخير ما كنتش مستني. طبعا اي حد طبيعي بيعمل حاجه خير بيبقى مستني يعني رد لي بقى الخير اللي انا بعمله معاك ده، او ما تنكرهوش على الاقل. لكن كون ان انت تتقابل بالخير ده بان هي تقلل منك مش عارفه اقول لك ايه حرفيا. يعني انا من كتر ما انا موجوعه من البكاء اللي انت بكيته وجعت لي قلبي. بس ما تحزنش وما تقولش انت عملت ايه، لا انت عملت كل خير، انت عملت كل حاجه حلوه في الدنيا، انت حرفيا عملت يعني كل الحلو عملته. انت ساعدتها في بس يعني اعمل الخير وارميه البحر وربنا هيردهولك بعد كده. ممكن ربنا ما ردهولكش فيها هي، بس هيردهولك في واحدة تانية هتعاملك احسن معاملة، هتشيلك فوق دماغها، هتخلف لك ذرية صالحة. انت ما انتش عارف لو كنت كملت معاها كانت ممكن تعمل فيك ايه. ما حدش يزعل ابدا على خير عمله مع حد والحد ده انكره ابدا. الخير اللي بيتعمل لوجه الله، انت بتعمله عشان ربنا مش عشان الشخص ده يستاهل او ما يستاهلش. طبعا احنا بنعمله علشان الشخص ده ليه معزه او ليه كده يعني، ماشي، بس في الاول وفي الاخر اي خير انت بتعمله بيتحسب عند ربنا قبل ما يتحسب عند البني ادم والعبد. فهي مجرد مرحله ان شاء الله هتعديها وهتتخطاها، وهتلاقي ربنا واقف جنبك وساترك طول حياتك علشان انت سترتها فوق ما انت يعني فوق ما انت متخيل بجد. انا مش عارفه اقول لك ايه اكتر من كده بصراحه، بس يعني يا ريت يعني تردوا عليه انتوا في الكومنتات، واللي مر بحاجه زي كده يقول تخطى المرحله، يعني مرحله الحاله النفسيه دي ازاي. اكيد كلنا هنبقى عايزين ندعمه نفسيا
وان انت قد ايه انت شخص جميل وربنا هيعوض عليك عوض مدهش. انت مش عارف انت ممكن يعني في شغلك ده ربنا يوصلك لايه احسن منها ومن شهادتها مليون مرة مليون مرة. انت ربنا ممكن يعوضك بواحدة تخلف منها، ممكن تكون يعني ممكن يكون ربنا هيبتليها. اصل اللي هينكر الخير اللي اتعمل له ده ربنا هو مش هيسيبها. يعني في شخص ربنا بعتهولك يقف جنبك، جيتي على اخر الزمن تنكري والخير اللي هو عمله معاكي وتقولي له الكلام ده. شوفي بقى انت ربنا هيبعت لها واحد بقى تتجوزه، مش هيتقي ربنا فيها، مش هيعملها احسن معامله، مش هيعملها زي ما انت كنت بتعاملها، يبتليها بمرض معين، مش هتخلف. ما هو ربنا مش هيسيب الخير اللي انت عملته قصاد نكران الجميل اللي هي عملته. ربنا يعوضك الخير يا رب ويرزقك من حيث لا تحتسب يا رب. خلصت حلقة النهارده، يا رب الحلقة تكون عجبتكم. نشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله. اللي عنده اي مشكلة وحابب يعرضها بنفسه يسيب لي رقم تليفونه، واللي حابب اعرضها بالنيابة عنه يبعتها لي فويس مسج او مكتوبة. باي باي.